انا ما بحبش القهوه اصلا. على فكره بقى القهوه اصلا حرام. معلش، يعني ايه سبب الحب لدرجه الادمان لمشروب اصلا طعمه مر؟ لو ما شربتوش الصبح تبقى مش طايق نفسك ولا البشريه بحالها. ايه اللي يخلي يومك كله معتمد على كوبايه لا راحت ولا جت؟ ايوه يا سيدي، انا بتكلم عن القهوه، المشروب اللي ارتبط اسمه بالحضاره الاسلاميه والعرب، وكانت بدايته في الشرق الاوسط. وتعالى احكي لك ازاي. واحده من اشهر الاساطير كانت بتقول ان في القرن التاسع الميلادي كان في شاب اثيوبي اسمه كالدي. الشاب ده كان بيرعى الغنم بتاعته في الغابات، والاغنام دي سرحت شويه وكلت من ثمار لونها احمر كان اول مره كلدي يشوفها، اللي هي ثمار البن. بس لاحظ ان بعد ما الاغنام كلت من الثمار دي ان هي بقت نشيطه اكتر ومصحصحه اكتر. وهنا هو كمان يقرر ان هو يجرب الثمار دي، ولما جربها لقى ان هو مصحصح وحس بنشاط اكتر. وبسرعه ياخد كلدي شويه من الثمار دي ويقدمهم لرجال الدين في القبيله بتاعته، واللي في البدايه يرفضوها بشده بحجه ان تاثيرها ده اكيد من عمل الشيطان. وبسرعه ياخدوا الحبوب دي ويرموها في النار، وقبل ما الحبوب دي تتحرق تطلع ريحه تعجب الناس كلها. فيروحوا يطلعوا الحبوب دي من النار، وبعد كده يقرروا ان هم يطحنوا الحبوب دي ويصبوا عليها ميه مغليه ويجربوا يشربوا مشروب القهوه اللي اتكون. سبحان الله، المشروب يعجبهم كلهم. ومن بعدها بدأوا ان هم يعتمدوا على شرب القهوة لانها كانت بتساعدهم في تأدية صلواتهم، خصوصا اللي كانت بتتم بالليل. ومع الوقت القهوة ارتبطت جدا بالحضارة الإسلامية لما الصوفيين ياخدوا معاهم البن من اثيوبيا لليمن، وتحديدا في مدينة المخا، علشان تكون اكبر المدن لتجارة البن وقتها. وانتشر البن في اليمن بشكل كبير جدا بسبب اعتماد الشيوخ الصوفية على القهوة للسهر لقيام الليل والتعبد. حتى ان في ناس بتقول ان اصل كلمة مكة وده نوع من انواع القهوة جاي من مدينة المخا باليمن. وبعد كده بدأ البن ينتشر في كل مكان، مكة والمدينة والقاهرة ودمشق واسطنبول واللي وقتها كان اسمها القسطنطينية، ومن بعدها لباقي دول العالم. طب تعرف ان القهوة كانت سبب في وجود اكتر مكان الرجالة بتحب تروحه؟ المكان اللي بنحب نروحه لما نيجي نهرب من مشاكل الدنيا، مشاكل زي المدرسة والجامعة والشغل. يلا هديك 3 ثواني تفكر ايه هو المكان ده. ايوه بالظبط، المكان ده هو القهوه. وتحديدا سنه 1475 تم افتتاح اول قهوه في العالم في مدينه القسطنطينيه، علشان الناس تقدر تتجمع وتشرب القهوه براحتها. وتنتشر القهوه بعد كده في الدول العربيه زي دمشق وبغداد والقاهره طبعا، لانها كانت مليانه قهاوي كتير وقتها. تعال بقى اقول لك على مفاجاه. تعرف ان القهوه في فتره من الفترات كانت محرمه؟ ايه؟ ايوه زي ما بقول لك كده، كانت فعلا محرمه. في سنة 917 هجري و1511 ميلادي كان السلطان المملوكي خير بيه بيتمشى في شوارع مكة المكرمة ومروح لبيته. وقتها شاف مجموعة من الناس قاعدين بيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف ومعاهم مشروب بيشربوا فيه ويناولوه لبعض زي ما يكون كده خمر. يروح خير بيه يقلق جدا ويطلب بتشكيل لجنة من كبار علماء الدين والدكاترة وقتها، وبعد مناقشات ومشاورات أصدروا فتوى بتحريم القهوة. وبعدها السلطان كنسوة الغوري بعد ما يعرف بالموضوع اللي حصل في مكة المكرمة يصدق هو كمان على منع شرب القهوة في القاهرة سنة 926 هجري 1520 ميلادي. وفضلت القهوة محل جدال، ناس شايفة ان هي حرام وناس شايفة ان هي مشروب عادي مفهوش اي مشاكل. وفي سنة 1583 تطلع فتوى اخيرا بان القهوة مشروب حلال والناس تقدر تشربها عادي. ومن وقتها القهوة بقت واحدة من اكتر المشاريب انتشارا في العالم، واماكن تقديم القهوة بقت موجودة في كل مكان، سواء قهاوي بلدي او كافيهات. سواء بقى انت بتحب تشرب القهوة سادة زيادة بلبن او حتى مانو، ففي نصيحة كده الدكاترة دايما بيقولوها: كوبايتين قهوة في اليوم كفاية علشان يمنعوا عنك امراض كتير. اما بقى لو انت مش بتحب القهوة زي حالاتي فالدكاترة بيقولوا لك خليك بعيد عنها احسن عشان تمنع عنك التقلبات المزاجية اللي بتحصل بسببها. ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير وتكتب لنا كومنت تقول لنا فيه نوع القهوة اللي بتحب تشربها علشان تاخد فكرة وتشتري بكرة. وكان معاكم مصطفى محمود. سلام.